كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. انتشر مقطع فيديو لإمام جزائري وقطة اعتلت كتفه حينما كان يصلي صلاة التراويح، وحقق الفيديو أكثر من 1,600,000 مشاهدة خلال 48 ساعة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونال الفيديو إعجاب رواد التواصل الاجتماعي، وكانت للتعليقات إيجابية وتشيد بلمواقف من جميع أنحاء العلم وجميع الديانات. وتناقلت الفيديو أيضا وسائل إعلام غربية، حيث أعادت نشره هيئة البث البريطانية BBC وشبكة CNN الأمريكية وغيرهما. وبعد انتشار المقطع كرمت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية الإمام وليد مهساس على حسن تعامله مع القطة، وقالت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أن مشهد القطة اجتاح القنوات وألهب الموقع عالميا. وحصل الفيديو على إعجاب نشطاء كثر على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف مستوياتهم الفكرية وتوجهاتهم الدينية بواسطة الصدى الكبير الذي حققه ذلك المقطع، وأكدوا أنه يتضمن رسالة عميقة. وتداولت وسائل إعلام غربية مقطع الفيديو، وعلق غير المسلمين على فيديو تعليقات جميلة وإنسانية، مما يؤكد على سماحة الدين الإسلامي حسب تعبيرهم. ومن ناحية أخرى قال البعض أن الفيديو عادي ولا يوجد فيه ما يبهر، فجاءهم الرد من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي أن تصرف الإمام انعكاس للدين والعقيدة الإسلامية السمحة. وكان من ضمن تلك التعليقات: لا أعرف ماذا يقول لكنه جميل جدا. يا الله، لقد أزال هذا الصوت كل قلقي، يا لها من لحظة بهيجة. وقال شخص آخر: أشعر براحة وأنا أستمع لتلك الصلاة. وكتبت أخرى مسيحية: لكني معجبة بالإسلام جدا. وأضاف مواطن مسيحي آخر: أنا كث وليكي لكني معجب بالإسلام.